تفاصيل جديدة عما حصل في مدينة بوسماعيل ولاية يابسة بالجزائر. فيديو خطير جدا جدا انتشر بالساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الفيديو الخطير البشع الوحشي يظهر به شخصين ذو سوابق قضائية وهم مجرمين يقومان باحتجاز واختطاف شاب وتعذيبه بشكل وحشي وبشع مستخدمين آلات حادة، حيث قاموا بالاعتداء على الشاب بكل قسوة وبكل بشاعة وبكل إجرام. زي ما حضراتكم شفتوا كده الفيديو ده أصبح رأي عام في الجزائر. الشخصين المجرمين هم كمال كشكش وأيضا هشام الوهراني، وهم معروفان لدى الأجهزة الأمنية الجزائرية، لديهم سجل جنائي وقضائي معروف لدى القضاء الجزائري بعد انتشار هذا الفيديو الخطير والبشع والذي أصبح قضية رأي عام في الجزائر. الأجهزة الأمنية الجزائرية فتحت تحقيق وقامت بعمليات بحث وتحري من أجل إلقاء القبض على المجرمين كمال اللذان وهشام اللذان هم الآن بحالة فرار. طبعا الأجهزة الأمنية الجزائرية تحاول الوصول إليهم بأسرع وقت ممكن. طبعا الفيديو ده شكل حالة من الصدمة في الشارع الجزائري نظرا لبشاعته وخطورته، وهذا الاعتداء الوحشي أيضا شكل حالة من الصدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هناك حالة من الصدمة والسخط على هذا الفيديو، المطالبة بسرعة إلقاء القبض على المجرمين هم كمال وهشام الوهراني وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم والقصاص منهم. حفظ الله الجزائر والشعب الجزائري. ولحد كده بيكون انتهى الفيديو مع حضراتكم. لو لسه مكملين معايا الفيديو لحد هنا ما تنسوش دعمكم الدائم للقناة باللايك والشير والاشتراك من كلمة الكل، وما تنسوش تصلوا على النبي، ومع السلامة.